أبو هشام قال في وقت الجفا والتعب كل عين مجروح من ضيقه وشدة عذابه عيش الذي غير الدنيا ووقت العجاب قد أصبح الحلو مثل الحنظلة في شرابه هو الزمن ذي تغير طابعه وانقلب أو البشر ذي تغير طبعهم في نصابه حتى الوفا غاب في دربه وما أصحاب والقلب يله عند بعض الناس صارت مصابة. كتب كلماتها الشاعر الفنان القدير أبو هشام محمد أحمد صلاح الكوماني. أداء أبو حبيب، هندسة وإخراج هشام الكوماني. أبو هشام قال في وقت الجفا والتعب كل عين مجروح من ضيقه وشدة عذابه عيش الذي غير الدنيا ووقت العجاب قد أصبح الحلو مثل الحنظلة في شرابه حتى الوفا غاب في دربه وما الصحاب والقلب يله عند بابه والناس صارت مصابة حتى الصحاب قد تغير طابعه واللقاب وبعض الأصحاب صحباتهم تزيد الكآبة وش الذي غير الأصحاب وش السبب يغير الناس وخلوا الجد يفقد صوابه حنين قلبي حنين بركان يشعل لهب حنين من باطل الدنيا وكثر الغلابة يا صاحبي صحبة البطل أكبر حلاوة ومن تمسك بحبله ضاع في وسط غابة والصاحب الجد يعلي عزتك والرتاب والقلب يلهو الشهامة وهو الوفا في كتابه هذا كلام الحقيقة حاجزي قد كتب والصبر واجب على الإنسان ساعة عتابه ما أجمل الصبر عنده الجد وقت الغضب ومن تصبر فهوره وامزى الرجال المهابة والختم صلي على المختار سيد العرب